وطبعا هنا حضراتكم ادي الفلتر اهوت المكون من 5 مراحل. ادي المرحله الاولى، ودي الشمعه ديت شوفوا سودا ازاي، دي مليانه بالبكتيريا ومليانه بالبلاوي السودا، لان واضح ان بقى لها فتره طويله جدا ما اتغيرتش، وهنشوف شكلها لما تطلع. ودي المرحله الثانيه، ودي المرحله. عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم على صفحتي، صفحه هاني الشريف اتش، وقناتي قناه هاني الشريف اتش. وموضوع النهارده يمكن يعجب حضراتكم. موضوع النهارده ان شاء الله بيتكلم عن فلتر الميه. فلتر الميه اللي كل الناس مخلياه عندها في البيت. هل الفلتر دوت فعلا ممكن يضر الواحد وممكن يسبب له مشكله كبيره جدا في الكليتين؟ ممكن تحصل وممكن يأذي بيها الكبير ويأذي بيها الصغير ويأذي بيها العائله كلها، عائله البيت. طب ايه ازاي وازاي وانت بتقول ايه بالظبط؟ انا بقول لك ان فلتر الميه ممكن يأذي العيلة بتاعتك كلها. ازاي؟ انا هقول لك. تعال معايا نروح نشوف كده الفلتر دوت. يكون فوق اهوت فيه مرحلتين، تمام قدام حضراتكم. هنعمل ايه دلوقتي حضراتكم؟ هنبتدي نفك الفلتر دوت. بس قبل ما نبتدي نفك الفلتر دوت لازم نكون مجهزين المفتاح بتاع الفلتر اللي هو دوت. اي فلتر بيبقى معاه مفتاح، تمام، نجهزه ونخليه على الرخامه كده. وتاني حاجه حضراتكم نصفي الميه، نفتح كده ونشوف الحنفيه فيها ميه ولا لا. فيها ميه، فلازم ان احنا نصفي الميه. تمام، هنقفل الميه وهنبتدي نصفي الميه ونرجع تاني. احنا خلاص صفينا الميه تماما، مفيش اي ميه في الفلتر نهائيا. هنبتدي نشيل الفلتر بقى عشان نفك المكان دوت. تمام، طبعا الفلتر بيبقى متعلق بمسمارين اهو بنفس الطريقه دي كده اهو. ادي الفلتر اهو، تمام اهو 5 مراحل. طبعا هو بقاله فتره اساسا ما اتفكش خالص، يمكن الفتره دي فتره طويله جدا لان الشمعه ديت باين عليها سودا. طبعا هنروح للمحل اللي هو ايه بيبيع الحاجات ديت. ادي المحل اهوت، تمام اهو، بيبيع اي حاجه خاصه بالفلاتر اهو. عنده حاجات برضك كولدرات وحاجات بره اهيت، وعنده جميع انواع الحاجات اللي هي بتاع الفلاتر. راجل محترم وزي الفل ومعاملته حلوه جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. ازي حضرتك يا باشمهندس؟ اهلا بك يا فندم. الحمد لله، الله يخليك. والله بص الحمد لله تمام. والله احنا عندنا فلتر 5 مراحل. تمام، عايزين ان احنا نعمل له يعني نغير له الحاجات بتاعته اللي هي الحاجات ديت، الشمع بتاعه. تمام. وهل في منه انواع ولا لا؟ في طبعا منه انواع كتير في السوق. تمام، في الصين وفي المصري وفي التايواني الاصلي. تمام. وايه الضرر وايه اللي ما يضرش وايه اللي طبعا يعني كل ما الحاجه بتبقى افضل في الخامه بتاعتها والماتيريال بتاعها بيبقى افضل في نقاء الميه. زي ايه مثلا؟ في حاجه تايواني، في حاجه صيني. يعني هنا دي حاجه صيني، تمام، دي حاجه تايواني. تمام. التايواني طبعا بيبقى جاي محفور عليه الشمعه، تمام، ميدان تايواني حفر على الشمعه نفسه. تمام. الصيني مفيش الكلام ده عليه. مفيش الكلام ده عليه. الشمعه بتاعته تبقى جايه الربع دوت والرفع دوت، والثانيه الشمعه بتبقى التايواني تبقى جايه التخن ده ما شاء الله. يا اما شمعه زي كده بقى. تمام تمام. طب ولو يعني ال5 مراحل ده ينفع يتزود له شمع؟ ينفع يتزود له شمعتين، واحده اسمها الكلاين والشمعه الانفرا. ايه ميزتهم؟ بتشيل الميكروبات اللي داخله في الميه، والشمعه الانفرا دي بتشتغل على اشعه الشمس الحمراء. تمام. اي ميكروب في الميه بتفرقعها زي الصعق، وتغير في الطعم او تحسن في الطعم. الطعم. ما شاء الله ما شاء الله. يعني ان شاء الله لو حد شاف الفيديو بتاعك دوت وجالك المحل هنا وقال انا جيت من على طريق الانترنت واشتري منك حاجه بصفتك راجل محترم وبتتعامل مع الناس باسلوب كويس، هتعمل معاهم واجب يعني وكده؟ عشان خاطر كده يبقى في تخفيض كمان ليه. حبيبي يا باشمهندس، حبيبي. معلش اسم حضرتك؟ محمد بريده. حبيبي يا استاذ محمد، حبيبي انا اتشرفت بيك يا باشا. وطبعا انا هاجي عشان اخد منك المراحل ديت كمان شويه وهنكمل مع بعض ان شاء الله. ماشي يا حبيبي، السلام عليكم. السلام عليكم. كده الشمعات اللي احنا جبناهم، تمام. وادي حضراتكم كده بعد طبعا ما رحنا اشترينا الشمع. ادي الشمعه اهو، دي مرحله 2، وادي الشمعه الثانيه، دي مرحله 3 اهي ممكن تكون واضحه قدامكم. وادي المرحله رقم 1 اللي هي مهمه جدا اهي. هو بيبقى بالترتيب كده اهو، بيبقى بالترتيب كده 1 2 3 بنفس النظام ده كده. ديت بتبقى هنا وديت بتبقى هنا وديت بتبقى هنا. لو احنا بصينا كده هنلاقيها بالشكل اهي، فيها ماده من جوه من داخلها، تمام اهي كده اهو. هنبتدي ان احنا نفك بقى دول. اما بالنسبه لدول بقى كمان منهم 2 اهو، ادي واحده اهي، تمام،
وادي واحده اهي. دول اللي هم بيركبوا فوق، اللي هم مسؤولين عن تنقيه الميه برضك والريحه والحاجات دي اهو. ماشي، دي اللي هي بتركب اول واحده اللي هي بيخش عليها الميه، ودي تاني واحده اللي هي بتخرج الميه. هنبدا مع بعض دلوقتي نركبهم واحده واحده. يلا بينا، لان الموضوع هيبقى فيه ميه وهيغرقنا. نركز بقى مع بعضينا كده. ادي الحنفيه اهي، الميه العموميه جايه، ادي الخرطوم بتاعها اهوت. ماشي اهو، بص هنا جاي الخرطوم اللي هي الميه العموميه رايحه فين؟ اللي جايه من بره، عشان نعرف بس الخطه ماشيه ازاي. دي الميه اللي جايه من الشارع اهي، تمام، داخله لاول شمعه. خلاص، بتفضل الميه بقى تخش اول شمعه، تعديها، تيجي في تاني شمعه، تعديها، تالت شمعه، تعديها، بعد كده تخرج. خلاص اهي خارجه اهي. لما تخرج بقى هنا بتروح على اول انبوبه اللي هي ديت، بيبقى فيه سهم عليها، تمام، بيركب من الناحيه دي بنفس الطريقه دي كده اهو، بتمشي كده. خلاص، الميه هنا في وصله اهي، الوصله ديت بتتفك من هنا، تمام، وبنركب دول زي ما هم كده، والميه بتيجي كده اهو، تمشي كده 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 كده، تخرج من المكان ده اهو. تخرج المكان ده رايحه فين؟ دي بقى اللي هي رايحه اهي 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 اهي, أهي اللي رايحه على الحنفيه اهي. خلاص، يبقى اصبح الميه بتيجي من الحنفيه ديت مباشر، بتروح لاول شمعه اللي هي ديت، وبعد كده تخرج من الثلاث شمعات، تطلع الميه من هنا تروح لاول انبوبه، واول انبوبه تدي لتاني انبوبه بنفس الطريقه دي، وتاني انبوبه بتخرج الميه، بتطلع لنا الميه متفلتره للحنفيه اللي احنا هنشرب منها. وكده هنبدا بقى نفك مع بعضينا. وسامحوني بقى ان انا لو سرحت الفيديو في الوقت دوت، تمام، لان احنا هنركب وهنقفل. تمام، هنا هنبدأ بقى الفك مع بعضينا. دي طبعا الخرطوم اللي هو جاي من الحنفية المباشرة اللي جاية من بره، تمام. دي طبعا أول حاجة هنفكها اهي وهنركنها على جنب بالطريقة ديت. عندنا طبعا اللي هي ديت اللي احنا هنفكها دي، اللي هي المفروض رايحة للحنفية اللي هي متفلترة، اللي احنا بنشرب منها المية المتفلترة. هنفكها اهوت، تمام. يبقى احنا كده فكينا الاتنين، فكينا اللي هي جاية داخلة للفلتر، وفكينا اللي هي خارجة من الفلتر عشان نشرب منها، تمام. نيجي هنا قدام حضراتكم الفلتر اهوت، في اللي هو الخمس مراحل، تمام. هنفك الصواميل ديت، دي المرحلة التالتة ديت هنفكها اهيت. هتخرج معانا الانبوبتين اللي فوق اللي هم دولت، تمام. سهل جدا ان احنا نفكهم يعني. هنيجي هنا بقى هنبتدى ان احنا نفك الشمعات بقى. طبعا رقم واحد ديت شايفينها سودا ازاي؟ دي مليانة بكتيريا ومليانة بلاوي سودا ممكن تسبب تسمم لأهل البيت لو ما تعملهاش صيانة كل 3 شهور أو اتغيرت في خلال 5 شهور. ليه؟ لأن طول ما هي بتقعد داخل المية البكتيريا والبلاوي السوداء بتبقى موجودة بداخلها. شوفوا المية وسخة ازاي؟ تخيلوا المية ديت لما الفلتر دوت يقعد أكتر من سنة ما يتغلوش. ودي بقى الشمعة رقم 2. طبعا الشمعة رقم 2 أكيد ليها دور جيد جدا، هي والشمعة رقم 3. ده شكل الشمعة رقم 2 اهوت، جوه منها رمل ناعم وحاجات كده ناعمة كده غريبة، تمام، برضك عشان خاطر تفلتر المية، تمام. شوفوا المية برضك وسخة ازاي بتاعتها. هنا الشمعة رقم 3. الشمعة رقم 3 شوف هنا اتفكت، تمام. دي شكل الشمعة اهي رقم 3 اهيت، تمام. شوف برضك المية نازلة وسخة لان طبعا الفلتر بقاله فترة طويلة ما تنضفش. هنا طبعا بعد ما فكناه نجيب بقى نوع من البريل النظيف، ونبتدى ان احنا نغسل الفلتر دوت غسلة كويسة جدا، وبالذات اللي هي الزجاجات او الكوبايات اللي هي بتاع الشمع، نغسلها من جوه كويس جدا عشان خاطر البكتيريا اللي بتبقى مجمدة جوه وبتبقى مخزنة جوه. نصبنها كويس جدا، اللي هم ال3 كوبايات او ال3 ازازات دولت، ونبتدى ان احنا نمسك الفلتر برضك، وبالذات المكان اللي بيربط فيه الكوبايات البلاستيك ديت، وكمان من الداخل عشان خاطر البكتيريا وعشان خاطر الحشرات، الحاجات اللي هي بتتكون من الداخل، تمام. لازم تصبنوها كويس جدا عشان خاطر لما تيجي تعمل صيانة للفلتر تعمل له صيانة على نظافة زي ما انتوا شايفين اهوت. نضفنا بالبريل، نضفنا كل حاجة. طبعا لو كان في دهون ولا حاجة بسبب البخار اللي بيبقى داخل المطبخ، تمام. وزي ما انتوا شايفين اهو، لكن طبعا الموضوع مخلصش على كده. طبعا هنا بعد ما غسلنا وشطفنا الازايزة او الكوبايات اهيت اللي هي بتاع الشمع،
نطفت كويس جدا، وبالذات نضفناها من جوه. وتخلي بالكم من الجوان الابيض اللي هو داخل الكوبايه دوت، عشان ده مهم جدا. الجوان الابيض ده مهم جدا. تمام. وطبعا نصبنهم كويس بنفس الطريقه ديت، ونشطفهم كويس جدا عشان ما يبقاش فيه بريل داخل الكوبايات، عشان خاطر لما نركب الكوبايه وركب الشمعة الجديدة ما يبقاش في ريحة بريل ولا ريحة صابون ولا حاجة. تمام. دي شمعة رقم 3. نيجي هنا بقى مكان الشمعات بقى. بصوا هنا في بكتيريا وحاجات صفراء جوه ما تنضفتش، لازم ننضفها كويس. نجيب اي حاجة ونبتدى ان احنا ننضفها كويس ونصبنها كويس لغاية ما تبقى نظيفة من جوه، ما بقاش فيها اي حاجة. ليه؟ لان دي بكتيريا وميكروبات مخزنة جوه، لازم تنضف بنفس الطريقة اللي قدام حضراتكم ده عشان نبقى عملنا الحاجة نضيفة. بعد كده نجيب الشمعة رقم 1 اللي هي طبعا جودتها حلوة، وبعد كده نركبها في المكان المخصص ليها. ونجيب اللي هو الكوب بتاع الشمعة رقم 1 ونتأكد ان الجوان في مكانه، ونبتدى ان احنا نربطها بنفس الطريقة ديت. تمام. نجيب المفتاح ونربط، ما نضغطش جامد قوي عشان ما نكسرش اللي هو السن بتاع الكوب. بعد كده هنيجي للمرحلة 2. طبعا بتبقى جاية متكيسة وزي ما انتوا شايفين كده. تمام. وبنركبها بنفس الطريقة دي كده اهوت. تمام. وبعد كده بنجيب الكوب التاني ونتأكد ان الجوان راكب في مكانه مظبوط، وبعد كده نربط ونتأكد ان الشمعة راكبة في الناحيتين مظبوط. نربط بنفس الطريقة ديت ونجيب المفتاح ونربط جامد، بس برضك نخلي بالنا احسن نفرقع الكوباية في ايدينا. تمام. ونيجي بقى على الشمعة رقم 3. الشمعة رقم 3 هنجيبها بنفس الطريقة ديت، نفكها من اللي هو الكيس بتاعها، وبعد كده نركبها من الناحيتين عادي، تركب من الناحية دي ودي مفيش مشكلة. ودي كانت المشكلة الكبيرة بقى في الكوباية رقم 3 ديت. للأسف عملت لي مشكلة كبيرة جدا، ولكن حلتها بفضل ربنا سبحانه وتعالى. والفيديو بتاعها موجود في أول تعليق تحت الفيديو. في أول تعليق هتلاقيه، لأن الشفة اللي هي بيبقى فيها الجواني الأبيض للأسف كانت اتكسرت، وللأسف كل ما أقفلها تجيب مية وتغرق الدنيا مية. نيجي هنا المرحلة الخامسة، المرحلة اللي هي الرابعة والمرحلة الخامسة. نفك اللي هم التوصيلات بنفس الطريقة ديت اهيت، سهل جدا فكها، سهل جدا. ونجيب اللي هم المرحلتين اللي هم 4 و5، ونبتدى نقفلهم بنفس الطريقة. بيبقوا طبعا جايين متسلفنين بالكيس بتاعهم، وفي طبعا غطيان زي دي كليبسات بنفكها. وبعد كده نجيب اللي هي الصامولة، المسمار اللي هي نربط فيها الداخل والخارج اللي جاي من المية، ونمشي واحدة واحدة بنفس الطريقة ديت كده. نبتدى ان احنا نفك الحاجات الموجودة في مرحلة رقم 4، ونبتدى نفك الحاجات الموجودة في مرحلة رقم 5. وطبعا في عدد معين، مش اي حاجة وخلاص، في علامة سهم على كل مرحلة. تمام. ونبتدى نقفل بنفس الطريقة ديت كده. وبرضك ارجع اقول لكم ما نربطش جامد عشان خاطر ما نفرقعش الصواميل، لانها مجرد صواميل بلاستيك ومجرد سن بلاستيك. طيب اللي انا عملته ده صح ولا غلط دلوقتي؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعضينا دلوقتي. ربطت الاتنين في بعض. تمام. نيجي هنا برضك في نفس الموضوع، برضك هنا مربوط الاتنين في بعض. تمام. هنفك بالناحية دي كده، وهنبتدى ان احنا نقفلها. المرحلة 4 و5 نقفلهم مع بعض بنفس الطريقة دي كده بالظبط اهوت. طب ما احنا كده دلوقتي احنا قفلنا الناحيتين كده، ربطناهم في بعض. المية هتخش وتطلع منين بقى؟ دول هيتحطوا كده وخلاص يعني ولا ايه؟ لا، انا هقول لكم دلوقتي. بعد ما نقفل دي كويس جدا كده ونربط الصواميل كويس، وزي ما قلنا ما نربطش جامد عشان خاطر دي بلاستيك، وكده كده مش هتجيب معاك مية، لكن لو ضغطت جامد هتبوظ السن. طيب المنظر ده كده ايه بقى؟ هنربط بقى الداخل والخارج فين؟ انا هقول لكم. كانت الغلطة هنا هنفك الصامولة ديت، وهنبتدى نربط مرحلة 4 مع شمعة رقم 3. تمام. مرحلة 4 مع شمعة رقم 3 بنفس الطريقة دي كده. يبقى المية جاية
من الشمعة رقم 1 تخش على الشمعة رقم 2 تخش على الشمعة رقم 3 تطلع من الشمعة رقم 3 تخش على مرحلة رقم 4 ومرحلة رقم 4 من الناحية التانية تدي مرحلة رقم 5 ومرحلة رقم 5 تدي الحنفية اللي هي بتاعة الشرب بنفس الطريقة اللي قدام حضراتكم ديت. تمام. بعد كده لما نقفل هيبان معانا كل حاجة. فتحنا المحبس وكده في انتظار تملأ الشمعة رقم 1 وبعد كده الشمعة رقم 2 وبعد كده الشمعة رقم 3 وبعد كده هتدي المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة وبعد كده هتجيب المية على الحنفية بتاعة الشرب. طبعا زي ما انتم شايفين المية ضغطها عالي وطبعا ابتدى يملأ الفلتر معانا. وطبعا بعد ما قفلنا الفلتر وقفلناه مع بعضينا بالطريقة اللي انتوا شفتوها معانا حصل موقف غريب جدا. وكان الموقف ده حصل قبل كده وكنا عالجناه بحتة شمع صغيرة، الشمع اللي هو اللي احنا بنلحم بيه اي شيء دوت. ولكن المرة دي الموضوع فشل نهائيا لان الشفة الداخلية بتاع الكوب اللي هو رقم 3 اللي هي شمعة رقم 3 الشفة اللي من جوه اللي الجوان الابيض بيبقى عامل جوه منها المجرى نفسها عشان خاطر الميه ما تخرجش. للاسف الشفه دي اتباظت خالص مش نافع معاها اي لحام خالص. فاضطريت افكر جبت الشمع ما نفعش خالص. اجرب شمال اجرب يمين مش جاي خالص. طب اعمل ايه دلوقتي؟ ارمي الكوب دوت واروح اجيب واحد تاني ولا اعمل ايه؟ قررت ان انا افكر بعقليه. المهم جت في دماغي فكره ان الكوب دوت البلاستيك بتاعه تقيل. لاحظت ان البلاستيك بتاعه تقيل. قلت ليه ما اجيبش اي حاجه واسخنها على البوتاجاز زي المكوه بالظبط كده وابتدى سنه كده اخد شويه من الجزء اللي هو الشاسيه نفسه بتاع الكوب واخد كده كميه كده. طبعا بتبقى سايحه وسخنه فبتعمل بورمه كده. طبعا ابتديت ان انا اعمل الاختراع بتاعي. وهنا طبعا انتوا طبعا عايزين تشوفوا الاختراع بتاعي في اول تعليق تحت اضغطوا عليه هيجي لكم الفيديو اللي انا عامل فيه ازاي ان انا اعمل شفه داخليه وازاي اخلي الجوان الابيض يركب في مكانه وازاي ان انا اقدر امنع الميه. وممكن تفيدكم كتير جدا في اي حاجه بلاستيك وبالذات البلاستيك اللي هو بيكون بلاستيك من اللي هو التقيل دوت تقدر ان انت تصلحه وتستخدمه كويس جدا. ان الواحد يقدر يعمل صيانه في بيته بايديه وما يحتاجش لمهندس. ولكن في حاله ان انت ما تفهمش في الحاجات ديت فطبعا ادي العيش لخبازه لازم تطلب المهندس. وطبعا انا دلوقتي عندي مهندس جميل جدا ممكن يروح لك في اي مكان وممكن تتصل عليه وبيعمل صيانه وتخفيضات عنده على قطع غيار الفلاتر الاصليه الحاجات النظيفه ويجي لك لغايه عندك وحاجه جميله جدا. وطبعا انا هسيب لكم الرابط بتاعه في تاني تعليق يا ريت تخشوا عليه وتتفرجوا وتشوفوه وتتواصلوا معاه برقم التليفون بتاعه. وكده وصلنا لنهايه الفيديو. كان معاكم اخوكم هاني الشريف من قناه هاني الشريف اتش المتنوعه على اليوتيوب وعندنا كمان صفحه على الفيسبوك. ونختم بالصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباشمهندس طبعا زي ما احنا اتكلمنا عنه اهو يسلم عليكم ويمسي عليكم. بعد كده بقى نعمل لك كارت الصيانه زي كده بنعمل لك كارت الصيانه بنتابعك معاه بالتغيير الثاني للصيانه بتاعت الفلتر على طول. يعني حضرتك عندك صيانه وكده اللي عايز يعمل صيانه بنعمل له كارت صيانه زي كده وبنتابعه بقى بالصيانه ويتعامل معاك برقم التليفون ممكن ياخد رقم التليفون وتتصل عليه وناخد رقم التليفون وبنحط بياناتك هنا على الكارت زي كده. تمام. ونتابعك احنا بقى بخلال الصيانه بتاعتك كل 3 شهور. ماشي يا باشمهندس محمد اتشرفت بيك يا كبير. السلام عليكم. سلام عليكم.